السلام عليكم متابعي قناة تقنية بلا حدود. إخواني، بهذا الدرس سوف أشرح لكم عن تطبيق رائع ومدهش. تطبيق سوف تندهشون أنه يوجد هكذا تطبيق مفيد لدرجة رهيبة. هذا التطبيق لإدارة قمرك الاصطناعي على أي قمر غير النايل سات، لأي قمر أوروبي أو أي قمر طبعا أوروبي، أو القمر التركي، أو القمر أي قمر آخر. سوف أشرح هذا التطبيق. قبل أن أنطلق في الشرح، أتمنى أن توقفوا الفيديو وأن تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا على الاستمرار. والآن سوف ندخل في التفاصيل. بالبداية نفتح هذا التطبيق، ولكن يجب علينا قبل كل شيء أن تشغل موقع GPS، ومن ثم ننتظر قليلا. وهنا نضغط على أيقونة البحث. يجب علينا اختيار القمر لديك حاليا. اختار مثلا على النايل سات، ومن ثم نضغط هنا على إشارة المربع. عفوا، نضغط هنا على إشارة المربع، ننتظر قليلا. انظروا اخواني، هذه العلامة الزر، هذا الرادار الأخضر عفوا، يجب أن يضع على العلامة الحمراء. طبعا اخواني، أنا الآن أصور وأغير إذا يتحركان وغير. طبعا يعني يجب هذا الرادار الأخضر أن تضعه على الخط الأحمر، تثبته حتى يصبح لونه أخضر. وبعد أن يصبح طبعا لونه أخضر، سوف يظهر لك القمر التي تريد أن طبعا أن يذهب إليه. إخوان، لا، هناك طريقة أخرى سوف أشرحها لكم. ندخل هنا إلى قائمة الإعدادات، هذه الأقوى، ونضغط على شو هنا. إخواني، يجب عليكم أن تضعوا هذا الخط الأحمر، هذه الخطوط الحمراء في الدائرة على على يجب عليكم أن تذهبوا إلى السطح وتضعوا هذه الدائرة الحمراء على على القمر الاصطناعي. ومن ثم تضعون هذا الخط الأحمر هكذا. طبعا هذه الخطوط على الدائرة وهكذا. وبعد ذلك يظهر لك مجموعة الأقمار. تختار القمر الذي تريد أن تغير له، ومن ثم ينتقل إلى هذا القمر. هذا كان درسنا اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. وإذا أعجبكم، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا على تقديم المزيد من الفيديوهات. وشكرا.